الكل فاكر إن قوة الجيش الأمريكي جاية من حاملات الطائرات والطائرات المقاتلة والقواعد العسكرية في الخارج، بس هم بيدوروا في المكان الغلط. المصدر الحقيقي لقوة أمريكا هو حاجة ما تقدرش تشوفها، لأن لو واشنطن احتاجت تقدر تحول أجزاء ضخمة من الاقتصاد العالمي لشبكة إمداد عسكرية في وقت قصير جدا. وعشان كده في حاجة غريبة بتحصل دلوقتي. الجيش الأمريكي شكله بيتراجع، قواعد ضخمة في أوروبا والشرق الأوسط بتتقفل، الخرائط بتوحي إنه أمريكا بتنسحب، بس صور الأقمار الصناعية بتقول قصة مختلفة تماماً. في أعماق غابات الفلبين وعلى جزر نائية في المحيط الهادئ، في أماكن معظم الناس مش هيعرفوا يلاقوها على الخريطة، مدارج جديدة ومستودعات وقود ومنشآت عسكرية بتظهر. ده خليج سوبك في الفلبين كان في يوم من الأيام أكبر قاعدة أمريكية خارجية، وبعدين اتقفلت سنة 1992، وده كان بداية اتجاه جديد. الجيش الأمريكي كان عنده 1600 قاعدة أجنبية وقت الحرب الباردة، دلوقتي 800 قاعدة بس رسمياً، والقواعد دي بتتقلص للحد الأدنى. على الناحية الثانية من العالم قاعدة ثول الجوية في جرينلاند، اللي كانت زمان حجر الأساس في القطب الشمالي، اتقلص عدد الجنود فيها من 6000 ل 150 بس. حتى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا بدأت تصغر، كان فاضل بس 5000 جندي في مايو 2026. وكمان فيه بيليليو، جزيرة صغيرة في بالو، كانت موقع معركة شرسة في الحرب العالمية الثانية، لكن اتثابت بعد كده لأنه بصراحة بص عليها هي في مكان نائي جدا، وعشان كده هي مثالية. كل ده جزء من شبكة البنتاغون السرية. الجيش الأمريكي أعاد بناء ممر الطيران بتاع الحرب العالمية الثانية في سنة 2024، وخلاه كبير كفاية عشان يستضيفوا أغلب الطيارات في الأسطول، بما فيهم الطيارة العملاقة C-130 هيركوليز. من أول نظرة بناء ممرات طيران على جزر صغيرة في المحيط الهادئ ملوش أي معنى. في الآخر البحرية الأمريكية عندها 11 حاملة طائرات بالفعل، بس ده بالضبط هو المشكلة. حاملات الطائرات ضخمة جدا، هي واضحة للعيان، وفي حرب حديثة الوضوح ممكن يكون نقطة ضعف. من 30 سنة مجموعة هجومية واحدة لحاملة طائرات كانت تقدر تدخل منطقة وتغير المناخ السياسي في ليلة وضحاها، أوقات حتى ما كانتش محتاجة تطلق رصاصة واحدة. في سنة 1996 أثناء أزمة مضيق تايوان، أمريكا بعثت مجموعتين من حاملات الطائرات للمنطقة. الرسالة كانت قوية لدرجة إن بكين تراجعت، بس الدنيا تغيرت. النهاردة أعداء أمريكا قضوا سنين طويلة بيبنوا صواريخ مخصوص عشان تلاقي وتدمر أهداف زي حاملات الطائرات. حتى في مناطق القتال زي الخليج الفارسي، حاملات الطائرات بتشتغل على بعد مئات الأميال من سواحل إيران. دي الطريقة الوحيدة للبنتاغون يقدر يضمن بيها إنهم يفضلوا في أمان من الصواريخ والطائرات المسيرة. ده كان واضح يوم 5 فبراير 2026 لما طيارة مسيرة إيرانية قربت بشكل خطير من حاملة طائرات. وإيران مش هي المعيار، الصين هي المعيار. لو قوة إقليمية تقدر تسبب مشاكل لمجموعة حاملة طائرات، تخيل إيه اللي ممكن يحصل لما أقوى منافس لأمريكا يكون طرف في الموضوع. بس حاملات الطائرات لسه عندها ميزة واحدة، إنها تقدر تتحرك. ما ينفعش نقول نفس الكلام عن قواعد أمريكا الضخمة في الخارج. إحداثياتها معروفة للكل، ومدارجها ممكن تلاقيها على خرائط جوجل. في أي صراع بيبقوا من أول الأهداف اللي على القائمة. فلو حاملات الطائرات بقت أكثر عرضة للخطر والقواعد التقليدية بقت مكشوفة أكثر، البنتاغون هيتجه لفين بعد كده؟ مكان صعب تلاقيه، ومكان أصعب تضربه. الفلوس هي اللي بتحكي القصة. مليارات الدولارات بتتضخ في شبكة متفرقة من محابط الطيارات البعيدة ومراكز الإمداد ومواقع متقدمة على الجزر عبر المحيط الهادي. ما بين سنة 2000 و2021 الجيش الأمريكي صرف ما بين 70 و120 مليار دولار عشان يبني أو يوسع منشآته في الخارج، حتى مع إغلاق أو تقليص القواعد القديمة. الكونغرس خصص مليارات تانية خلال السنين دي لمشاريع إنشاءات في أماكن غير محددة حوالين العالم. أغرب حاجة
إن ما فيش حاجة فعلا يعرف الشبكة دي بقت كبيرة قد إيه. كتير من المواقع دي بتمول تحت تصنيفات غامضة زي أماكن غير محددة، الناس مش عارفة عددهم كام، وغالبا الكونجرس نفسه مش عارف برضه. في 2017 4 جنود أمريكان اتقتلوا في كمين في النيجر. الهجوم ده سبب حاجة أكثر إقلاقاً من الحزن. خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ اللي حصلت بعد كده، أكثر من عضو في الكونغرس اعترفوا إنهم ما كانوش يعرفوا إن الجيش الأمريكي كان بيشتغل في النيجر بالحجم ده. ما كانوش يعرفوا إن في حوالي 1000 فرد أمريكي متمركزين في البلد أصلاً. ما حدش قال لهم، وما حدش كان محتاج يقول لهم. القوات كانت وصلت وتمدت لها الإمدادات، واشتغلت لشهور من خلال شبكة لوجستية ما كانتش محتاجة موافقة من الكونغرس على قاعدة. الكمين هو اللي خلى الموضوع يبان. السؤال اللي فرضه الموقف كان أكتر سؤال واشنطن مش عايزة ترد عليه. إزاي جيش من 1000 جندي يظهر في بلد من غير ما حد ياخد باله؟ فمدى وصول الجيش الأمريكي للأماكن اللي مش متحددة دي بيبدأ بالأسطول. البحرية الأمريكية عندها أقل من 300 سفينة ضمن قوة المعركة النهاردة. ده شكله مشكلة، خصوصاً لما تدرك إن في نهاية الحرب الباردة الأسطول كان تقريباً ضعف الحجم ده. لسنين طويلة الأدميرالات والسياسيين كانوا بيحذروا إنه البحرية حجمها بيصغر زيادة عن اللزوم. هما دايماً بينادوا بزيادة عدد السفن، لكن الأسطول بيستمر في التصغير عشان القدرة على بناء السفن مش موجودة دلوقتي. وده مش بالضرورة صدفة كمان، ده جزئياً بسبب إنه البحرية الأمريكية عندها أسطول شبح واحد صعب استهدافه. سمعت قبل كده عن قوة الدعم اللوجستي القتالي؟ أغلب الناس ما يعرفوش عنها، ولو شفتي واحدة من سفنهم في البحر غالباً هتفتكرها نقتلة عادية، وده هو الهدف. السفن دي ما عندهاش أي أسلحة، أو على الأقل ما فيش أسلحة يقدروا يضربوا بيها. الناس اللي جواها بحارة مدنيين في الأسطول التجاري، ودي واحدة من الحيل الذكية الكتير اللي بيستخدمها البنتاجون. السفن التجارية دي مش سفن تجارية فعلاً، الدليل واضح في الاسم نفسه، USNS، يعني سفينة البحرية الأمريكية. ممكن شكلها يبقى زي السفن التجارية، بس هي بتتبع قيادة النقل البحري العسكري، مش شركة شحن. والبضاعة اللي عليها مش حاجة تقدر تشتريها من أمازون، هي كل حاجة البحرية الأمريكية محتاجاها عشان تحارب. سفن بتوصل أكل، ذخيرة، قطع غيار، وسفن تزويد بالوقود. السفن دي متوزعة مسبقاً حوالين العالم، وشايلة الحاجات اللي أمريكا محتاجاها عشان تبدأ عملية عسكرية. كل واحدة من الوحدات دي تقدر تدعم لحد 17,000 من مشاة البحرية والبحارة بكل معداتهم البرية والبحرية والجوية، وما حدش يعرف عنهم كتير. بس الاعتماد مش بس على اللوجستيات، ده أعمق من كده بكتير. الجيش الأمريكي حتى مش هيعرف يعمل استطلاع كويس من غير قوة الدعم اللوجستي القتالي. واحدة من المهام اللي السفن دي بتقوم بيها هي دعم المهمات العلمية والتقنية، وجمع بيانات عن صواريخ وغواصات العدو. ابتداء من أواخر يناير 2026 الجيش الأمريكي بدأ ينشر وحدات وعتادا عسكريا في شرق البحر المتوسط وحول شبه الجزيرة العربية. السفينة USS أبراهام لينكولن و USS جيرالد آر فورد كانوا جزء من ده، ومعهم على الأقل 11 مدمرة من فئة أرلي بيرك، وكمان مجموعة من المدمرات وغواصات هجومية وسفن حربية تانية منتشرين في المنطقة. آلاف الجنود الإضافيين اتنقلوا للمنطقة على أكثر من 250 رحلة نقل جوي. عسكرية إيران كانت محاصرة. ده كان أكبر حشد عسكري في الشرق الأوسط من سنة 2003، وكان حيبقى ملوش لازمة من غير مكتبين عمرك ما سمعتي عنهم. قيادة النقل البحري العسكري لها مكتب في المنامة البحرين، ومكتبها الأوروبي في نابولي إيطاليا. فعشان كده سفن قوة الإمداد القتالي زي USNS هنري جي كايزر و USNS كارل بريشر كانوا موجودين عشان يوصلوا شحنات جافة زي الأكل، الذخيرة والوقود. لسنين طويلة كان الشرق الأوسط أسهل مكان في العالم للجيش الأمريكي عشان يلاقي وقود، وده كان واحد من مميزات المنطقة. الشبكة كانت شغالة عشان كل حاجة كانت متوصلة ببعض. سلسلة إمداد ضخمة كانت بتخلي القوات الأمريكية تقدر تشتغل تقريباً من غير توقف. بس لما الشبكة دي بتتعرض لضغط، العواقب بتنتشر بسرعة. فجأة الوقود ما بقاش في المكان اللي المفروض يكون فيه. السفن اللي عادة بتتحرك ما بقتش تقدر تشتغل بحرية.
السفن اللي كانت مجهزة مخصوص عشان تفرغ الوقود في ناقلات البحرية الأمريكية في البحر اتعلقت. مضيق هرمز بقى نقطة الاختناق البحري الأغلى في العالم، فالبحرية كان لازم تتأقلم. بدل ما يعتمدوا على الموانئ الثابتة، بقوا بيعتمدوا بشكل كبير على ناقلات النفط المدنية زي فئة هنري جي كايزر، السفن اللي بتشتغل بعيد عن الشاطئ وبتزود سفن الحرب بالوقود، وهما في حركة مستمرة. سفينة بتيجي تنقل الوقود وسفينة تانية بتبعد بعد ما تملي خزانتها، والدورة دي بتتكرر في الوقت اللي مصدر الوقود نفسه بيقل. دي درس مهم لازم الجيش الأمريكي يتعلمه. أي مواجهة مع الصين بسبب تايوان هتخلي المشكلة دي أكبر بكتير. الخبر الكويس للبحرية الأمريكية إن النظام ده اتجرب في عمليات حديثة وتأكد إنه لسه شغال كويس. كل ناقلة وقود ممكن تشيل حوالي 6.8 مليون جالون وقود، وده يكفي يمون طيارة بوينغ 747 جامبو لأكثر من 5000 ساعة طيران متواصل. الخبر الوحش هو موضوع الحجم، فيه بس 32 سفينة في المجمل، ومنهم 15 بس ناقلات وقود. يعني الحسابات مظبوطة نظرياً، بس ده لو كل حاجة ماشية صح. والمواجهة مع إيران بتبين إن مش محتاج كتير عشان الأمور تتلخبط. لسنين خبراء الأمن في واشنطن حذروا من ضعف قدرة الجيش الأمريكي في النقل البحري. الاعتماد على شوية سفن مدنية مش مسلحة عشان تشيل عبء الوقود الكبير مش استراتيجية تنفع في عالم بيبقى فيه العدو دولة منافسة معاها طيارات مسيرة وصواريخ جاهزة. دي مش حرب على الإرهاب، خلاص. افترض إن حصلت أزمة في المحيط الهادي بسبب تايوان، لأن زي ما شفنا قبل كده قدرة النقل البحري ضعيفة. في صراع بيحصل على آلاف الأميال في المحيط المفتوح، الضعف بيتحول بسرعة للهشاشة. ومع وجود 32 سفينة بس في قوة الإمداد اللوجستي للبحرية، لازم يكون فيه دعم إضافي. من الناحية التقنية، فيه 40 سفينة تانية موجودين في الموانئ الأمريكية كاحتياطي لو حصلت مشكلة، لكن كتير منهم قديم، يعني ده مش كفاية. عشان كده البنتاغون بيعتمد على حاجة اسمها فيزا. دي اتفاقية النقل البحري الطوعية متعددة الوسائط، اتعملت بشكلها الحديث سنة 1997، وهي واحدة من أقل الأجزاء المفهومة في نظام اللوجستيات العسكري الأمريكي. لما بتحصل أزمة، الحكومة الأمريكية تقدر تستخدم السفن التجارية الخاصة اللي بترفع العلم الأمريكي وسعة الشحن التجاري. السفن دي موجودة علشان الجيش الأمريكي يستخدمها في حالات الطوارئ، وأثناء الحرب بيبدأوا يتحركوا فوراً. لازم يعملوا كده. لو شركة شحن شغلت سفينة في برنامج فيزا، كده هي بتلتزم إن السفينة دي تكون متاحة للحكومة الأمريكية لما برنامج فيزا يتفعل وقت الطوارئ الوطنية. في اللحظة دي متطلبات النقل العسكري بتبقى لها أولوية على الجداول التجارية العادية. مفيش دفع مباشر من البنتاغون للسفن دي، لكن المكافأة لسه كبيرة. أصحاب السفن دول بياخدوا أولوية في عقود الشحن المستقبلية مع وزارة الدفاع وقت السلم. عشان كده 90% من السفن اللي ليها استخدام عسكري في الأسطول اللي بيرفع العلم الأمريكي سجلت في برنامج النقل البحري. دلوقتي فيه 60 سفينة في الأسطول، وهيفضلوا هناك لحد على الأقل سنة 2035. لما البنتاغون يمد نفوذه لأسطول التجارة الأمريكي، بيكسب إمكانية الوصول لقدرات شحن تجارية ضخمة. مئات الآلاف من حاويات 20 قدم، ملايين الأقدام المربعة لمساحات شحن الأحمال الثقيلة، وملايين الأطنان من الشحن العالمي. سعة الحمولة الساكنة اللي بتتحرك فعلا في التجارة الدولية كل يوم. معظم أكبر السفن التجارية في العالم بتشتغل تحت أعلام أجنبية، وده خارج نطاق برامج زي فيزا ما ينفعش ببساطة يتم الاستيلاء عليها. بدل كده التأثير بيجي من حاجة أخفى بكتير: العقود. في حالة أزمة، أمريكا تقدر تدفع أكتر من تقريباً أي حد عشان تحصل على سعة شحن، مش عن طريق الاستيلاء على السفن، لكن عن طريق الدفع مقابل أولوية الوصول ليها. النظام ده ذكي جداً، بس مش بالضرورة يكون ابتكار جديد، وكمان عمره ما اتفعل قبل كده. بدل كده هو نسخة من حاجة القوات الجوية كانت بتعملها واستخدمتها قبل كده. الجيش الأمريكي عنده أكتر من 13,000 طيارة، وده أكتر بكتير من أي قوة قتالية تانية في العالم. وعنده طيارات شحن زي الC-130 اللي بتقدر تنقل الجنود والمركبات والمعدات الثقيلة مباشرة للمواقع الأمامية.
بس الغالبية العظمى من أفراد الجيش الأمريكي في الحقيقة ما بيروحوش الأماكن البعيدة دي عن طريق الطيارات دي. بوابات صالة إي في مطار BWI الدولي في ماريلاند أو في مطار سياتل تاكوما في واشنطن شكلها عادي، والناس اللي بيعدوا من البوابات دي شكلهم عادي. بس لو تتبعت الأماكن اللي الرحلات دي بتروحها فعلا هتلاقي الوجهات مش أماكن سياحية عشوائية أو خطوط تجارية. الرحلات دي بتوصل مباشرة لانتشار القوات العسكرية الأمريكية في أوروبا والشرق الأوسط وأماكن استراتيجية في القطب الشمالي زي جرينلاند، أو عبر المحيط الهادئ لأماكن زي قاعدة أندرسن الجوية في جوام. معظم الناس اللي بيعدوا من البوابات دي هم عسكريين في الخدمة الفعلية في الجيش الأمريكي، بس مش بيستخدموا طيارات القوات الجوية. هو نفس الطراز اللي بتستخدمه شركات الطيران المدنية زي أطلس إير، أومني إير، ناشونال إيرلاينز. الفرق بس في الحمولة. الرحلات دي معروفة باسم باتريوت إكسبرس. الرحلات دي موجودة علشان تخدم الجنود اللي عندهم إجازة رسمية أو اللي بيجي لهم أوامر ينتقلوا من قاعدة للتانية. الشركات الخاصة دي متداخلة جدا في شبكة النقل بتاعة وزارة الدفاع، لدرجة إنهم يقدروا يشتغلوا في أماكن سرية جدا على مستوى العالم. قاعدة نورفولك البحرية أكبر قاعدة بحرية في العالم. من هنا الجنود يقدروا يركبوا طيران باتريوت إكسبرس لحد دييغو غارسيا في المحيط الهندي. ده أغلى من إنه الجنود يسافروا على شركات الطيران اللي أغلب الناس بتحجز عليها، بس كمان هو أكتر كفاءة، وبرضه أرخص بكتير من نقل كل الجنود بطائرات الشحن الضخمة زي C-5M سوبر جالاكسي اللي بتكلف $57,500 لكل ساعة طيران، وكمان فيه 40 ساعة صيانة لكل ساعة طيران. بالسعر ده مش منطقي أبداً نستخدم الطيارات دي في التنقلات الروتينية. عشان كده باتريوت إكسبرس موجودة علشان تلبي الطلب، والطلب فعلاً ضخم. 340,000 شخص بيركبوا الطيارات دي كل سنة. فاكر فيه حوالي 170,000 فرد متمركزين بره البلد في أي وقت، وغالباً الأفراد دول معاهم عائلاتهم، يعني في دايماً زباين باستمرار. بالنسبة لشغل شركات الطيران ده يعتبر أأمن شغل ممكن تلاقيه. البنتاغون بيدفع كويس، لكن الشركات دي دايماً بتدور على طرق تكسب بيها فلوس أكتر. عشان كده فيه نظام سبيس اي. الجيش الأمريكي ممكن يكون مشغول، بس حتى رحلات باتريوت إكسبرس مش دايماً مليانة، ولو أنت صاحب شركة طيران ده يعتبر كارثة. الرحلات غالية مهما كان من الزبون. عشان كده المسؤولين في الشركات بيقدموا عرض. أفراد الجيش المتقاعدين مسموح لهم يحجزوا في نظام سبيس اي لو خطة سفرهم اتوافقت مع مواعيد الطيارات، وكمان مسموح لهم يجيبوا حيواناتهم الأليفة معاهم على الطيارة. دي ميزة تانية لكونك ممن خدموا قبل كده في الجيش الأمريكي، وكمان طريقة تانية عشان أصحاب شركات الطيران يكسبوا فلوس زيادة. بس نفوذ الجيش الأمريكي في مجال الطيران أكبر بكتير من مجرد شوية عقود مع شركات متخصصة. الأوضاع بقت صعبة في أفغانستان في صيف 2021، ومع اقتراب طالبان من كابول كان لازم سحب الجنود واللاجئين المعتمدين بسرعة. شبكة لوجستيات القوات الجوية الأمريكية اتعرضت لضغط كبير. هي مش عندها القدرة إنها تواكب الطلب، فعشان كده كان لازم يدوروا على حلول تانية، مش على باتريوت إكسبرس ولا على طيارات الشحن الغالية بتاعتهم. فعشان كده لجأوا لأسطول الاحتياطي المدني للطيران بتاع القوات الجوية. تم استدعاء 18 طيارة من الأسطول علشان يساعدوا في نقل الناس لما الوضع في أفغانستان بقى خطير. أكيد شركات باتريوت إكسبرس شاركت، بس 4 طيارات جم من يونايتد إيرلاينز، و3 جم من دلتا، و2 كانوا من هاوايان إيرلاينز. هم نقلوا القوات من أماكن في قطر، البحرين وألمانيا، لأن الطيارات العادية كانت مش قادرة تكفي. ده أسطول الطيران المدني وهو شغال. الأسطول ده بيتكون من 450 طيارة موزعين على 25 شركة طيران مختلفة، من شركات الطيران اللي بتحبها لحد فيديكس ويو بي اس. كل واحدة من الشركات دي تعهدت بموجب عقود إنها توفر 30% من أسطول الركاب بتاعها، و15% من أسطول الشحن القادر عندها للبرنامج ده. شركات الطيران بتحتفظ بالتحكم التشغيلي، لكن لو جالهم اتصال من البنتاغون لازم يكون عندهم طيارات وطاقم طيران مؤهلين جاهزين. لازم يكونوا جاهزين يدعموا المهمة خلال 3 أيام من أول ما التليفون يرن. ما فيش رجوع في القرار ده. 268
من الطيارات دي مخصصة لمهام دولية طويلة المدى، ودي كانت الطيارات اللي تستخدمت في أفغانستان. البنتاغون مش بيدفع لصيانة الأسطول، لكن لو كل الطيارات دي اتفعلت هتقدر تنقل 90% من الركاب العسكريين و40% من الشحنات. الموضوع زي إنك تكون مالك عقار وبتخلي المستأجر يدفع كل مصاريف الصيانة لحد ما تحتاج المبنى. العقود دي ممكن توصل لأكثر من $1 مليار في السنة، زي ما حصل وقت التحضير لعملية حرية العراق سنة 2003. بس كل البضائع اللي على السفن والطائرات دي لازم تتخزن في مكان ما فيش حل تاني. النهاردة جزء كبير منها موجود في أماكن أغلب الناس عمرهم ما بياخدوا بالهم منها: مخازن ورة، منشآت المواني، مناطق تجميع مؤقتة جنب المطارات، مراكز لوجستية تجارية تحت عقود عسكرية. نفس النظام بس العناوين مختلفة. اسمها وكالة الخدمات اللوجستية الدفاعية. ممكن تسميها أكبر مخزن في العالم، لأن الأرقام فعلاً ضخمة بشكل مذهل. المنظمة عادة بتدير وبتوزع 5 مليون صنف في السنة. متوسط الإيرادات السنوية بين 45 و47 مليار دولار. للمقارنة، قيمة مخزون أمازون الكلية في سنة 2025 كانت 38.3 مليار دولار. المقر الرئيسي في فورت بيلفوار، فيرجينيا. بس العملية دي بتغطي كل ولاية و122 موقع دولي. بس في نقطة لازم ناخد بالنا منها: البنتاغون مش عايز يدخل في مجال بناء المخازن زي ما هو مش عايز يدخل في مجال شركات الطيران. عشان كده بيأجر المساحات دي من شركاء مدنيين. أول ما الطلبات بتتسجل المخزون بيتشحن، بس الجيش الأمريكي برضو مش بيقوم بمعظم الشحن، حتى ما عندوش القدرة إنه ينقل كل البضائع. فزي ما بيحصل مع سفن النقل البحري التطوعية ومع فيديكس في أسطول الطيران المدني، الجيش بيعتمد على مجموعة كبيرة من شركات الخدمات اللوجستية الخارجية عشان يقوموا بالشغل التقيل بداله. فعلياً الشركات الخاصة دي بتنقل 98% من المنسوجات اللي الجيش الأمريكي محتاجها، زي الزي الرسمي ولبس الشتاء. المقاولين دول كمان بيوفروا 86% من قطع الغيار، وتقريباً 100% من الوقود. زي البحارة المدنيين اللي على سفن زي USNS كارل برايزمان. السواقين دول مدنيين، وكمان مش بينقلوا البضايع دي للقواعد القديمة، هم بيروحوا لمواني مدنية حوالين العالم، واللي بتنقل 90% من شحنات الجيش الأمريكي عن طريق البحر و40% من شحناته عن طريق الجو. تقريباً كل البضائع اللي اتنقلت عن طريق البحر والبضائع الصغيرة اللي اتنقلت جواً جت من المواني دي، مش من قواعد عسكرية زي بيرل هاربر. كل ده بيعتمد على بنية تحتية مدنية بحتة وعلى عمال المواني المدنيين. بس في حاجة غريبة في الموضوع ده: ومع قلة القواعد الخارجية اللي ممكن يروحوا لها، الطيارات دي فعلاً بتنزل فين وقت الصراعات الخارجية؟ والسفن البحرية بتدخل أي مواني؟ إزاي يقدروا يشتغلوا في أراضي أجنبية ذات سيادة؟ فاكر 122 موقع دولي؟ دول؟ كل ده جزء من سلسلة أوراق رسمية أطول من أي رحلة جوية. القواعد الخارجية يمكن ما بقتش زي زمان، بس الجيش الأمريكي مضى اتفاقيات توريد وخدمات متبادلة مع أكثر من 120 دولة تانية، وده معناه حاجة واحدة بس: السوق بيفتح. الاتفاقيات دي تعتبر صغيرة نسبياً، حوالي كام مليار دولار مع بعض كل سنة، بس مش حجم المحفظة هو اللي يهم في الحالة دي. المهم، الفلوس دي موجودة فين؟ وإزاي بتستغل المواقع دي؟ ورا الكواليس الجيش الأمريكي بيعتمد على شبكة من الاتفاقيات اللي أغلب الناس عمرهم ما سمعوا عنها. في اتفاقيات منهم بسيطة واضحة. الاتفاقيات دي بتسمح للجيش إنه يشتري إمدادات من دول تانية أو شركاء دوليين وقت الحاجة، وده بيشمل كل حاجة من الوقود للمعدات للدعم اللوجستي. في اتفاقيات تانية أعقد مبنية على ترتيبات متبادلة، يعني الحلفاء بيساهموا بموارد مقابل إنهم ياخدوا حق الوصول المشترك أثناء العمليات. بس الاتنين في الآخر بيؤدوا لنفس النتيجة، اللي هي التموضع المسبق. بدل ما نستنى لحد ما تحصل أزمة وبعدين نبعت كل حاجة، كميات ضخمة من المعدات بتتخزن مسبقاً وبتتحط قريب من الأماكن اللي ممكن نحتاجها فيها. وفي بعض الحالات حتى البنية التحتية نفسها بيتم تموضعها مسبقاً، بحيث يقدروا يبنوا قواعد شغالة في خلال أيام قليلة. فلما القوات توصل مش بيبدأوا من الصفر، هم بيوصلوا على نظام جاهز ومستنيهم بالفعل.
والنتيجة بتكون زي كأنك عملت تموضعاً مسبقاً لجيش كامل من غير ما تعلن عن قاعدة. الجيش الأمريكي يقدر يشتري محلياً ويخزن الحاجات دي في مخازن محلية، وبعد كده ياخد اللي محتاجه من شركائه في ساحة العمليات، مش محتاج ينقل الحاجات دي عبر المحيط. وده اللي بيساعد الجيش الأمريكي إنه يحقق مهمته في الاستعداد لمواجهة أي تهديد في العالم خلال 3 أيام. ومحدش فعلا يعرف كل الحاجات دي فين بالضبط. في الحقيقة سجلات البنتاغون عن كل اللي داخل وخارج مش كاملة قوي. اللي احنا عارفينه إن الصفقات اللوجستية السرية دي كان ليها دور كبير في السنين اللي فاتت. أوكرانيا كانت هتقع من جرها. الموضوع بسيط كده. في أول سنة من الصراع، البيت الأبيض استخدم سلطة السحب الرئاسية عشان ينقل أكثر من 20 مليار دولار من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا. ما كانش فيها أي حاجة محتاجة موافقة من الكونغرس ولا حتى تصريح لقاعدة. النظام اللي محدش كان يعرف إنه موجود اتحرك أسرع من أي نشر عسكري رسمي كان ممكن يحصل. تحالف الناتو عنده أكثر شبكة متكاملة من مواقع الوصول والمواد المجهزة مسبقاً، وده اللي سمح للولايات المتحدة إنها توصل المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا بسرعة في بداية الحرب. ما كانش في حاجة لقرار من الكونغرس، وبفضل سلطة السحب الرئاسية البيت الأبيض يقدر يأخذ أسلحة أو خدمات من مخازن وزارة الدفاع وينقلها للشركاء. الرئيس يقدر يصدر الأمر في أي وقت ويوصله لأي حد البيت الأبيض عايزه. لكن شبكات الخدمة المتبادلة ظهرت بشكل أوضح خلال عملية أبيك فيوري. الولايات المتحدة عندها الاتفاقيات دي مع تقريباً كل دولة مهمة في المنطقة: قطر، عمان، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، وهكذا. تعالوا نبص على الاتفاق ده مع السعودية كمثال. الوصول والخدمة المتبادلة بيكونوا في الاتجاهين. أوقات فعلاً أمريكا بتكسب فلوس من الموضوع ده. السعوديين فعلاً دفعوا للجيش الأمريكي والشركات الأمريكية مقابل الإمدادات اللي جيشهم محتاجها بموجب الاتفاق ده. مش مهم إذا كان ضد الحوثيين في اليمن أو للدفاع ضد صواريخ وطائرات إيران المسيرة، هم دفعوا ثمن ده. البنتاغون أخذ نموذج الأسطول الجوي الاحتياطي المدني ووسعه. دلوقتي مش بس شركة دلتا إيرلاينز اللي عليها الالتزام، ده بقى دول كاملة. اتفاقيات المفروض تكون متبادلة وما فيش فيها مكسب أو خسارة، بس اللي بيوافقوا على الاتفاق كمان لازم يسلموا البنية التحتية بتاعتهم. لو حصل في يوم من الأيام طلبوا متنافس، الجيش الأمريكي هو اللي بيكسب. بصوا بس على قطر. الجيش الأمريكي عنده مقر قيادة متقدم في قاعدة العديد الجوية من برا، شكلها زي واحدة من القواعد العسكرية القديمة في الشرق الأوسط، وفيها 10,000 فرد متمركزين هناك في بداية 2026. بس مين اللي بيشيل الشغل التقيل عشان يدعم الجنود دول؟ مش الأمريكان؟ وكالة الخدمات اللوجستية الدفاعية هي اللي بتشتري وبتستلم كل البضائع اللي بتتشحن للأماكن دي، لكن قطر هي اللي بتقوم بالشغل اللوجستي. هي اللي بتخلي المواني شغالة عشان السفن تيجي، وبتحافظ على البنية التحتية المحلية لنقل الإمدادات. لما الجيش الأمريكي بدأ عملية أبيك فيوري كان ليه الأولوية في استخدام المواني والطرق والمخازن دي، مش بس اللي في القاعدة لكن كمان اللي متوزعة في أماكن تانية، وكل المخاطر اتنقلت لجهات تانية في الوقت المناسب برضه. بس الشبكة دي فيها نقطة ضعف محدش في واشنطن بيحب يتكلم عنها قدام الناس. كوستكو، شركة الشحن البحري الصينية، هي أكبر تكتل شحن في العالم. الشركة دي مملوكة للدولة وسفنها بتدخل موانئ أمريكا كل أسبوع. فيه استثمارات أو مشاركة تشغيلية صينية في كذا محطة رئيسية في موانئ أمريكا، ومن ضمنهم ميناء لونغ بيتش اللي هو واحدة من أكثر بوابتين للشحن ازدحاماً على الساحل الغربي كله. ودي نفس البنية التحتية لموانئ الساحل الغربي اللي الجيش بيعتمد عليها عشان ينقل المعدات والإمدادات ناحية المحيط الهادئ. بس الإمبراطوريات اللي مبنية على العقود عندها نقطة ضعف مش موجودة في الإمبراطوريات اللي مبنية على الأراضي. في حالة صراع على تايوان، أمريكا حتكون بتفعل شبكة الخدمات اللوجستية المدنية بتاعتها في نفس اللحظة اللي الصين ممكن توجه فيها أصول الشحن المملوكة للدولة عشان تعمل العكس، تلغي العقود، تسحب السفن، تدي أولوية لعملاء تانيين، وتعمل تأخيرات في المحطات اللي رأس المال الصيني ليه دور فيها. البنتاغون ما يقدرش يستولي على السفن دي، وما يقدرش يجبر السفن اللي رافعة أعلام أجنبية. ممكن يزايد على المنافسين عشان ياخد السعة، بس ده لو السعة أصلا متاحة ومستعدين يدخلوا في مزايدة عليها. الشبكة
اللي بتخلي قوة أمريكا مش باينة وقت السلم، بتظهر وبتبقى هشة في اللحظة اللي بيكونوا محتاجينها فيها أكتر حاجة. السلاح النهائي هو العقد، والعقود ممكن تتنقض. المنشآت زي قاعدة العديد كان ليها عصرها الذهبي في أواخر التسعينات، لكن في زمن الصواريخ المدعومة بالطائرات المسيرة الرخيصة بقوا هدفاً سهل. إيران قدمت لمحة عن ده خلال الشهور اللي فاتت. بنهاية أول شهر من الحرب 13 قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط اتعرضوا لأضرار كبيرة بسبب صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. القيادة المركزية كانت محتاجة توزع القوات في المنطقة عشان تقلل من تعرضهم للخطر، ولو إيران قدرت تعمل كده، كل الناس في واشنطن خايفين من اللي ممكن الصين تعمله في القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لازم يكون في حل تاني، والحل موجود فعلا. في الحقيقة فيه اتنين. شركات الطيران الخاصة دي مش بس بتنقل الجنود وأفراد وزارة الدفاع للقواعد اللي صواريخ إيران والصين بتستهدفها. الجيش الأمريكي ضخم لدرجة إنه دخل مجال الفنادق. أكبرهم هو اير فورس اندز اللي عنده 89 موقع، لكن الفروع التانية عندها أماكن إقامة خاصة بيها برضو. في حوالي 82 ألف غرفة متاحة حول العالم بتستخدم للعساكر اللي في مهمة مؤقتة أو نقل دائم أو تدريبات، وكمان للمقاولين المدنيين. الفنادق دي مش عنابر قديمة أو مهملة. خد مثلا الفندق اللي جنب قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا. المكان هناك فيه ملعب جولف وحمام سباحة خاص بيه، وكمان بيسمحوا بدخول الحيوانات الأليفة. الفنادق دي زمان كانت زي مشروع مشترك. الجيش كان بيشغل الفنادق دي ويوفر لها الموظفين بمساعدة مقاولين مدنيين متعاقدين مع القاعدة. بس في سنة 2025 القوات الجوية على الأقل أعلنت إنها هتعمل شوية إعادة هيكلة. لو الكلام ده شكله زي كلام الشركات، فعلا هو كده. دلوقتي هم بيدوروا على شركة خاصة تستلم الموضوع بالكامل، وبيأملوا يكون عندهم شريك جاهز في سنة 2027. ممكن يكون في حوالي 20 سلاح نووي في إنجرليك. بس بالنسبة للبنتاغون، دخول سلسلة الفنادق دي جزء من الخطة. هيكون في احتياج لمقاولين أكتر علشان يوصلوا لمواقع أبعد بكتير، عشان خطة الجيش الأمريكي في التحول بعيد عن القواعد الضخمة تنجح على المدى الطويل، لأن المواقع دي بتظهر في كل مكان. بيليليو كانت واحدة بس. صور الأقمار الصناعية رصدت حاجة غريبة في جزيرة باليباج في الفلبين سنة 2019، وبحلول سنة 2024 كانت تحولت لمنشأة جديدة تماماً فيها ممر طيران طوله ميلين. رسمياً المفروض إنها مخصصة للأغراض الإنسانية والإغاثة في الكوارث، بس لو بصيت على الجغرافيا هتعرف هم كانوا بيفكروا في إيه فعلاً. باليباج هي أقصى الجزر غرباً في الفلبين. بمعنى تاني، ده المكان المثالي للجيش الأمريكي عشان يراقب ويتدخل لو لزم الأمر ضد جزر الصين المحصنة في جزر سبراتلي. لكن الأهم من كده، القواعد دي بتخدم الناحية الدفاعية. بصوا بس على موقع بليباج، هي أبعد عن البر الرئيسي للصين، وده معناه إنه أسهل بكتير في الحماية من الصواريخ والطائرات المسيرة مقارنة بقواعد زي قاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا اللي فيها 20,000 جندي، وكمان تكلفتها أقل بكتير لو الصواريخ والطائرات المسيرة ضربت المكان. هي في الأساس مدرج طيارات، شوية مخازن وعدد قليل من الجنود اللي بيتبدلوا باستمرار. لو قاعدة كادينا اتضررت هيبقى كارثة، لكن لو واحدة من القواعد الصغيرة دي اتضربت في غيرها يقدر ياخد مكانها. بليباج مجرد واحدة من القواعد دي. الجيش الأمريكي وقع اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز اللي اسمها EDCA مع الفلبين سنة 2014 في 9 مواقع في الفلبين، دلوقتي منتشرين في أنحاء البلد. الصين كانت زمان تقدر تستهدف خليج سوبك وتعطل عمليات الجيش الأمريكي في بحر الصين الجنوبي. دلوقتي أمريكا وزعت وجودها في أكثر من مكان. في الحقيقة برنامج EDC نجح لدرجة إن واشنطن أخذت الفكرة وطبقتها في أماكن بعيدة جدا. عشان كده بليديو اتعاد بنائها. غالبا مش هتكون مكان معركة بين البحرية الأمريكية والصينية زي ما حصل في الحرب العالمية الثانية. هي بعيدة جدا عن الصين علشان تكون ساحة معركة منطقية، لكن وجود المطار هناك بيسمح للجيش الأمريكي يدخل الإمدادات ويخرج بسرعة من مسافة آمنة. في ميزة كبيرة تانية لاستراتيجية القواعد الصغيرة المتفرقة كمان،
السياسة فيها بتكون أسهل بكتير. القواعد اللي من أيام الحرب الباردة زي كادينا أو رامشتاين كانت مثيرة للجدل لسنين. هي بمثابة قبلة للعصيان المدني المحلي. كل سنة السكان المحليين في أوكيناوا بيحتجوا على القواعد الأمريكية. في 2018 نزل 70,000 شخص للشارع، حتى مع تصاعد التوترات بين اليابان والصين بسرعة. بس مين هيحتج على مدرج طيارات وكان مخزن في نص مكان فاضي؟ طبيعي إنه واشنطن بتحب القواعد الصغيرة الجديدة دي. يعني بليليو مش ساحة المعركة الوحيدة من الحرب العالمية الثانية اللي بيتم إحياؤها من جديد. الجيش الأمريكي كمان بيعيد إحياء نورث فيلد في تينيان في جزر الماريانا الشمالية. في حاجة واحدة بس ناقصة في استراتيجية القواعد الصغيرة دي. من برا ممكن يبان كأنه أسلوب متفرق أو شبه اعملها بنفسك في توزيع القوات العسكرية على مستوى العالم، بس هو ده بالضبط الهدف. لأن البنتاغون بدأ يبعد عن فكرة إنه يعمل كل حاجة بنفسه. دي جزيرة ياب في ولايات ميكرونيزيا المتحدة، هي بين قواعد أمريكا في جوام وبالاو، والقوات الجوية الأمريكية مهتمة بها لدرجة إنها طلبت 400 مليون دولار علشان تصرفهم على الجزيرة الصغيرة دي. الخطة توسيع ممر الهبوط في مطار الجزيرة الدولي علشان يقدر يستقبل طائرات عسكرية أمريكية. الاستراتيجية نفسها ما بتتغيرش. لسه الموضوع عن توسيع مدى الوصول أكثر في المحيط الهادئ وأبعد عن الصين، وبناء قدرة على الصمود لو المراكز الرئيسية زي جوام اتعرضت للتهديد. اللي بيتغير هو الطريقة. بدل ما يعتمدوا بس على القواعد العسكرية التقليدية، النظام بقى يدمج أكثر البنية التحتية المدنية، خصوصاً المطارات التجارية ومراكز اللوجستيات في المناطق النائية. إحنا عارفين إزاي القوات والإمدادات بتتحرك، ومين اللي بينقلهم، والاستراتيجيات القانونية اللي بيستخدموها عشان يتفادوا العقبات. ودلوقتي بقينا عارفين هم بيروحوا فين أكتر وأكتر. لو جمعنا كل ده هتتكشف الاستراتيجية ورا شبكة البنتاغون السرية. الجيش الأمريكي يقدر يحارب في حروب على أطراف العالم المختلفة لو اضطر، مش علشان عنده أكثر عدد من الطيارات أو السفن أو الحصون المسلحة، لكن علشان يقدر يستخدم الاقتصاد العالمي لمصلحته. لو حصلت أزمة وتوقف كل حاجة، القوات الأمريكية في المحيط الهادئ مش هتخلص أسلحتها، لكن هتخلص من الوقود وقطع الغيار والأسرى في خلال أيام. الشبكة دي حقيقية، والوصول ده حقيقي كمان، والنقطة الضعف كمان حقيقية. عشان كده السلاح النهائي للجيش الأمريكي هو العقد، مش حاملة الطائرات. أمريكا ما بنتش إمبراطورية عالمية من الأراضي، هي بنت إمبراطورية عالمية قائمة على حق الوصول، حق وصول محدش غيرها عنده، وإنت دلوقتي بتطير من خلاله. شكراً إنك كنت معايا النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ولو حابين تشوفوا فيديوهات زي دي أكتر يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الإشعارات، فعلاً بيفرق معنا. شكراً تاني، وشوفكم المرة الجاية في ماب باك.